عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي متابعيني على اليوتيوب. الله يسعد أوقاتكم. عندنا اليوم فيديو حلو كتير وفيديو مميز لأكلة مميزة اللي هو الرز الأفغاني بمطعم أفغاني باسطنبول. خلوكم معي يا جماعة وأعطوني اشتراك فضلا وليس أمرا، وخلونا نجرب اليوم الأكلة الأفغانية واللي هو الرز الأفغاني الطيب. خلونا نفوت نشوف وخلوكم معي. هذا هو المطعم الأفغاني باسطنبول. شايفين على المطعم لا يا جماعة، مطعم أفغاني وهون في بوظة أفغانية. شايفين على الديكور ما أحلاه يا جماعة. راح نقعد هون ونطلب الرز. هذا هو المقبلات اللي بتجي مع الوجبة يا جماعة. هون الشوربة، شايفين شوربة الخضار الأفغاني، وهون السلطة عفوا الصوص اللي بتجي مع الرز. هون السلطة. وهلا عم نستنى الرز الأفغاني وخلينا نجرب هلا. هذا هو الشوربة الأفغانية يا جماعة، شايفين الشوربة الأفغانية. راح نجربها، بيجي قبل الرز، يعني بيجيبوا لنا إياه قبل الرز مشان نجربه. طيبة والله، مطبوخ مع الفروج، طيبة مع الشعيرية. الشوربة الأفغانية طيبة كتير ما شاء الله. هذا هو الرز الأفغاني يا جماعة، شايفين. وهذا اللحم معه لحم كمان، وهون معه السلطة والصوص واللحم مع الفاصوليا اللحم. شيء طيب والله، شيء طيب يا جماعة. يعني طعمة البهارات اللي بهذا الرز الأفغاني يعني مميز كتير. وحتى حبة الرز شفتوا مثل ما شفتوا. شايفين على حبة الرز يا جماعة. نصيحة يا جماعة، نصيحة انه تجوا تجربوا بهذا المطعم. المطعم موجود باسطنبول بمنطقة زيتون بورنو. مطعم أفغاني عنده كل الأكلات الأفغانية تقريبا. عنده كباب أفغاني ولحم أفغاني، يعني شقف أفغاني. شيء طيب والله. حتى أكثر كل الزباين تقريبا عنده زباين أفغان. والله شيء طيب. شايفين هذا الصوص، وهذا كباتيب اللحم يا جماعة. شايفين على حبة الرز كيف جاي. وهذا الفاصوليا مع حمص الحب، هذا كمان بيجي مع الرز يعني مع الوجبة. شايفين يا جماعة. طيبة والله. طبعا يا جماعة ما في غيره مطعم أفغاني باسطنبول. يعني الرز طيب مثل ما قلت لكم. في عندهم كباب أفغاني، يعني عم بيقولوا مميز والله. إن شاء الله بالحلقة الجاية أو بعد فترة إن شاء الله رح نصور الكباب الأفغاني إن شاء الله بهذا المطعم. ويعني أنا عن جد انبسطت بهذا الصحن، بهي الوجبة، وجبة الرز الأفغاني. طبعا يا جماعة أجواء المطعم، يعني أجواء المطعم كأنكم قاعدين بمطعم بأفغانستان. كل زباينه تقريبا كله من أفغان. يعني أنا شبعت من هي الوجبة، شبعت، بس والله ما عم بقدر أترك الوجبة. يعني ما عم بقدر أترك الرز. طيب كثير والله. هاي الزلمة سوينا البندرمة أو البوظة الأفغانية. شايفين ما شاء الله تبارك الله. شرياخ. هاي بالأفغاني شرياخ.
ايوه. هاي الفستق الحلبي، نحن بنسميه الفستق الحلبي. هون الافغان بيسموه الشرياخ، شايفين ما احلاه يا جماعه. وهذا الشرياخ الافغاني اللي هو الدندرمه او البوظه الافغانيه. شايفين؟ خلينا نجرب يا جماعه. هي تعلمنا كلمه افغانيه كمان. يا سلام يا سلام يا سلام، شو هالبوظة الطيبة. الشرياخ، الأخوة الأفغان بيقولوا شرياخ للبوظة الأفغانية. مثل ما شفتوا يا جماعة، يعني جربنا الرز الأفغاني وهي البوظة الأفغانية جربنا، يعني 9/10. شيء طيب. يعني نصيحة، لازم نجرب كل الأكلات اللي موجودة، كل أكلات الدول لازم نجربه، اللي متاحة بإسطنبول. الأفغاني، اللبناني، السوري، التركي، الفلسطيني، الأردني، العراقي، الجزائري، اليمني، يعني كله موجود بإسطنبول. ونحن إن شاء الله راح يعني نضل نحاول معكم نصور كل الأكلات اللي موجودة بإسطنبول إن شاء الله وتبارك الله. ونحن ما بدنا منكم غير تعطونا اشتراك فضلا وليس أمرا على هالأكلات الطيبة وعلى الفيديوهات الحلوة. تعطونا لايك لحتى يوصلكم كل شيء جديد. يعني عن جد أنا يعني عن جد انبسطت بهي الأكل الأفغانية، الشرياخ اللي هو البوظة، والرز الأفغاني طيب مع اللحم طيب كثير. ولا تنسونا الاشتراك فضلا وليس أمرا يا جماعة. عن جد شيء طيب. أنا انبسطت، وبنصحكم يا جماعة إن شاء الله راح أحط لكم رابط المحل وعنوان المحل بأول تعليق مثبت وبصندوق الوصف. ويعطيكم العافية والله يسعد أوقاتكم، ومع السلامة.